السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم فيديو جديد وهو طريقة عمل جبنة الكتكوت. وهي اتسمت جبنة الكتكوت علشان بتتعمل في قمع اسمه قمع الكتكوت. دي موجودة عند بعض الصعايدة هم اللي يعرفوا الجبنة دي. هي طريقتها سهلة جدا وبسيطة، والجبنة كمان طعمها حلو جدا. جربوها وهتعجبكم قوي، بالاخص للناس اللي ما بيحبوش الجبنة تكون حادقة وبيحبوا الجبنة العادبة شوية. فالجبنة دي جميلة جدا وسهلة وهتنفع معاكم كمان في السحور، هتبقى حلوة جدا. هنحتاج زبادي، دول حوالي كوبايتين من الزبادي وقمع الكتكوت ومعلقة صغيرة من الملح وأي طبق يكون غويط عندنا. هنحط القمع في الطبق وهنجيب معلقة صغيرة من الملح ونضيفها للزبادي ونقلبهم مع بعض. بعد كده بنضيف الزبادي في القمع بالشكل ده، وهنسيبها تصفي المية بتاعتها وهنحطها في التلاجة لمدة ليلة، وهتبقى كده الجبنة معانا. وهوريكم شكلها بعد ما سبتها ليلة في التلاجة وصفت كل المية بتاعتها واتحولت لجبنة. وده كده شكلها. طبعا المية دي مش بنرميها، احنا بناخدها وبنعمل منها معجنات بتطلع جميلة جدا. بعد كده هقلب القمع ده في طبق التقديم وهوريكم شكل الجبنة هيكون عامل ازاي. ده كده شكلها، وانا ضفت لها كمون وشطة، دي بتبقى على حسب الرغبة. واتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.